اسهل منه ما كاينش. رايب ديال الكاس غادي ينجح معك من اول مره ان شاء الله، وبمكونات البسيطه. شوفوا كيجي معايا. اجي تشوفي معايا المقادير. غتاخدي كاسرونه ديري فيها نص لتر ديال الحليب، وغادي تحطيه فوق البوطه على نار مهيله كتطلع فيها الغليه. كي درت الكسكوشه هادي كنحيدو ديك الجلبه الفوقانيه وكنخليوه حتى كيطفى. ملي كنديروا الاصبع ديالنا وكنستحملوا الحراره ديالو، يعني نتوما كيف ما كتلاحظوا غير كنحس به راه دفا واحد شويه، يعني كنستحمل الحراره. كنديرو في مولينيكس وكنضيفوا عليه نص لتر ديال الحليب اللي بارد، وكنضيفوا عليه جوج ديال الياغورت ديال الفاني. ديروه دابا في رمضان، راه كاين فيه الصراحه في السحور وكيعجب الوليدات الصغار، وعاد كيكون بارد كيشد العطش. وغادي نزيدو السكر اللي كيبقى على حسب الذوق. انا درت 3 ديال المعالق الكبار، يعني كله كيفاش. كاين اللي كيبغي الحلاوه، كاين اللي كيبغي البسوس، ممكن ما ديروش نهائيا. وغادي نضيف واحد ساشي ديال الفاني غير باش كيجينا داك اللوغو ديال الفاني مجهد. وصافي كنطحن كلشي وغادي نخويه في الكويسات ديالي على هذا الشكل هذا. انا درت هاد الكويسات هادو قدمتهم فيهم. نتوما ممكن ديروهم في زليفات صغار حتى هما كيجيو مزيانين، اولا بديك قريعات ديال الزاج لانهم لا لايق ديالهم حتى هما الصراحه بارفي. غير جربوه راه ناجح وغادي ينجح معكم من اول مره ان شاء الله. والمذاق ديالو كيجي بحال اللي كناخذو من المحلبات تماما. كناخذ كوكوط كنخوي فيها مغليان على هذا الشكل هذا، غير الماء اللي غادي يغطي الربع ديال الكويسات. شوفوا لتر ديال الحليب شحال خرج تبارك الله كميه اللي معقوله. وصافي هادشي اللي كاين. وكررت الغلاقه ديال الكوكوط، كنحاول نقفلها مزيان ونزير، وكندير حتى الصفاره باش كتبقى لنا الكوكوط محافظه على داك الضغط. وكنغطيها بمانطا. انا هنايا راه درت 2 مانطات راه ما باينش في التصوير، وكنخليها تبات ليله كامله. انا كنت درتهم بالعشيه حتى الغد ديال الصباح فتحت عليهم. الا درتوهم مثلا في الصباح كتفتحوا عليهم بالليل وكتردوهم الثلاجه يبردوا. من بعد هنا ما دازت ليله كامله راني فتحت عليهم. هانتوما غتشوفوا معايا الكويسات كيفاش كيكونوا، يعني ناجح وشاد فراسو، ما كيهبط ما حتى شي حاجه. هانتوما عرفتوا الكوكوط بعدا راه باقا دافيه. وصافي هادشي اللي كاين. بصحه وراحه. ما تنساوش تحملوا لايك وتشتركوا في القناه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.